واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ديونيسيوس. اليوم الخوت غادي نبيكيو شي شويه على واحد البلان كنت ديجا هضرت عليه في لاشين، ولكن كنا طرحنا المعضله فقط في الطابع ديالها الفلسفي والديني. ما حاولناش نضربوا الله على الحلول اللي ممكن انها تعطى لمعضله الشر. هاد المعضله ديال الشر اللي يتقال عليها انها الصخره الصماء اللي كيتهرس عليها مفهوم الايمان بوجود اله كلي الخير في العالم ديال البشر. يعني واحد القضيه اللي صعيبه ومشكله كبيره كتواجه المؤمنين في مواجهه الغير مؤمنين، طبعا في شي نقاش ولا يعني القضيه ديال معضله الشر كتجبد بزاف، وربما كتحتل الرتبه الثالثه في اكثر يعني اسباب اللي كيجعل الانسان انه يلحد اذا بغينا نقولوا. يعني معضله الشر بكل بساطه الخوت اللي ما عرفهاش، وهي انه بما ان الاله كلي الخير والرحمه والقدره والقوه والعلم وجميع الصفات الخيره اللي ممكن انها تكون غتجمع في الذات الالهيه، اذا علاش كاين الشر في العالم؟ الشر بجميع انواع ديالو، المبرر والغير المبرر. علاش كاين الشر يعني في العالم ديالنا بما ان الاله كلي الخير والرحمه؟ عندنا اول فيلسوف في التاريخ ذكر هذه المعضله هذه، هو الفيلسوف ابيقور، وهو الرائد ديال المدرسه الابيقوريه اللي كان كيعطي واحد الدروس في المدرسه ديالو، كان كيسميها الحديقه نقولوا. يعني هاد المعضله طرحت من شحال هذه، يعني ماشي عاد. وطوال تاريخ الفلسفه طوال تاريخ الفكر البشري حاول الانسان انه يعطيها واحد الحلول ويبحث على واحد التخريجه اذا بغينا نقولوا لهذه المعضله هذه. يعني واش خرج ولا لا، داكشي اللي غادي نشوفوا. يعني هذه هي بكل بساطه المعضله. ولكن ابيقور غادي يزيد تعمق لنا في هذا البلان ويقول، يعني غادي يعطي واحد الاسباب راجحه لهذا علاش كاين الشر في العالم. مثلا غنلقاوه كيقول انه كاين الشر في العالم. عندك اربعه الاحتمالات علاش كاين الشر، وعندنا كلي اله كلي رحمه وعندنا الشر. اذا عندنا اربعه الاحتمالات: اما ان الاله غير قادر على انه يحيد الشر، واخا كلي رحمه غير قادر على انه يحيد الشر، وبالتالي غادي يكون ناقص القدره وبالتالي ما يكونش اله. الاحتمال الثاني وهو انه يكون باغي داك الشر يوقع وكيشوفو مخليه، يعني اذا هو اله شرير. بهذا المعنى هذا كيقول ابيقور. الاحتمال الثالث وهو انه كاين شي مصدر اخر ديال الشر كيجي من غير ذاك الاله الخير، مثلا شي اله ديال الشر الا بغينا نقولوا. وبما انه كاين شي مصدر اخر ديال الشر ولكن الاله الخير كيشوفو ما قادرش يحيدو، يعني انه كاين شي اله بحاله هو مصدر ديال الشر ماشي هو الخير، اذا غير قادر على كل شيء وبالتالي ما يكونش اله. والاحتمال الرابع والاخير وهو انه لا يوجد اله في الاساس، والشر هو من طبيعه الماده كما كيقول ابن سينا، وهذا الشيء اللي كاين. يعني معضله الشر كما قلنا هي واحد الاشكاليه فلسفيه ولاهوتيه كتطرح في سياق السؤال حول وجود الشر في العالم مع الاعتقاد اله كلي القدره وكلي الخير. يعني وغالبا هذه المعضله هذه حاولوا اللاهوتيين والفلاسفه الاسلاميين والمسيحيين عبر العصور يعطيو لها يعني واحد الحلول، هما اللي غادي نشوفوا دابا. اولا عندنا الحلول الفلسفيه واللاهوتيه التقليديه واللي كيتسموا ثيوديسيات، اللي عندها ارتباط بالفلسفه ديال الدين وباللاهوت، ثيولوجي. هذه الحلول كتهدف الى انها تبرر وجود الشر مع وجود اله كلي الخير. يعني كي غادي نديروا هذا البلان هذا؟ مثلا قضيه ديال الحريه البشريه. الشر الاخلاقي كينتج عن حريه الاراده اللي منحها الاله للانسان. يعني هذه الحريه ضروريه باش يكون الانسان مسؤول اخلاقيا عن افعاله. يعني الشر في هذه الحاله هو نتيجه استخدام الانسان لهذه الحريه بطريقه غير صحيحه، يعني ماشي المصدر ديالو هو الاله. يعني القضيه ديال ان البشر عنده حريه اراده، يعني ان الاله عطى البشر حريه الاراده وهما اللي كيقرروا انهم يديروا الخير والشر. هنا غادي تحضر الصفه ديال العلم الالهي، العلم الكلي بكل شيء. وغادي نطرحوا واحد السؤال هنا على هذا الحل هذا اللي حاول يتعطى: واش الاله ما عرفش ان البشر غيديروا داك الفعل الشرير؟ هو راه عطاهم الحريه، ولكن واش الاله ما عارفش، ما سبقهمش بخطوه انه غيديروا داك الفعل الشرير؟ وبالتالي غيكون عارف
وغادي يكون خلاهم انهم يديروا، واخا عطيهم الحل. ممكن الحل الثاني وهو الشر كاختبار او تربيه. يعني الشر هو اختبار من الاله للانسان. الشر كيتعتبر وسيله باش ننميو الفضائل الاخلاقيه، مثلا الصبر والتسامح. يعني انك اله كيختبر الانسان، هذا مجرد اختبار، هذه الدنيا مجرد اختبار، وكاين الخير والشر، والا يعني الا ما كانش الا ما كانش الشر مع الخير فراه تكون هذه جنه، وضروري من الشر باش نعرفوا الخير الى غير. راكم عرفتوا دوك التخريجات. هذا الطرح كيشوف ان المعاناه كتجعل البشر اقوى روحيا واخلاقيا، وبالتالي كتقرب للاله اكثر. يعني هذا واحد الحل من الحلول. واحد الحل اخر او واحد الطرح اخر هو البلان ديال الغموض الالهي. يعني الشر موجود بسبب اسباب ما كيفهمهاش الانسان المحدود اللي عنده التفكير محدود، بل هي جزء من خطه الهيه اكبر واعظم حكمه. يعني ديك القضيه ديال فاش كيقول لك، يعني كتبدا تسول علاش كاين الشر، علاش كاين الحروب، علاش كاين المرض، علاش كاين الطاعون، علاش كاين كذا كذا كذا، كيقول لك لحكمه يعرفها الاله. هذا واحد من الحلول اللي ممكن انها تحل لنا المعضله ديال الشر على حسب كل واحد كيشوف الامور. ثانيا الحلول الميتافيزيقيه. يعني الحلول كتبحث في طبيعه الشر نفسها. يعني كتبحث في هذا الشر هذا المعني بالامر باش تشوفو كي داير. اولا الشر كتعتبره كغياب للخير. يعني الشر هو راه ضد الخير، فاش يكون الخير ما يكونش الشر، فاش يكون الشر ما يكونش الخير. مثلا في الفلسفه ديال القديس اوغسطين وتوما الاكويني وانسلم والاخرين، فلاسفه مسيحيين هادو حاولوا انهم يوفقوا ما بين الفلسفه اليونانيه والمسيحيه. الشر ما كاينش بشكل مستقل. يعني الشر ما عندوش واحد الوجود مستقل بوحده، بل هو غياب الخير او نقص في الكمال. يعني ان الماده كما كيقول ابن سينا، الشر هو ماشي من الاله ولا، بل الشر هو من طبيعه الماده. الماده اللي خلقها الاله هكاك دايره، هكاك دايره، يعني فيها الشر، بما ان هذا العالم هو العالم المادي ديالنا. يعني هو النقص في الكمال، ماشي مثلا الظلام هو غياب النور. اذا الشر هو نقص الخير. طرح اخر هو ان الشر جزء من نظام عالمي متوازن. يعني انه القضيه ديال وجود الشر ضروريه من اجل اننا نعرفوا الخير. مثلا القضيه ديال انه الا ما كانش المرض ما كناش غنعرفوا الصحه ولا نعرفوا القيمه ديال الصحه. اذا ما كانش العمل ما كناش نعرفوا القيمه ديال الراحه. اذا ما كانش الموت ما كناش نعرفوا القيمه ديال الحياه. يعني انه ضروري من الشر باش نعرفوا القيمه ديال الخير. هذا واحد من الطرح وواحد من الحلول. يعني بدون الظلام ما نستطيعوش ندركوا قيمه النور. حلول اخرى ممكن نصنفوها في واحد حلول علميه. حلول علميه بغينا نقول، يعني كتفسر، تحاول تفسر الشر بلا ما ترجع للايمان بوجود اله. يعني مثلا الشر كظاهره طبيعيه. البعض كيشوف ان حنا اللي داكشي اللي كنعتبروه شر هو نتيجه قوانين طبيعيه او التطور البيولوجي والاجتماعي. يعني انه داكشي ما عندوش علاقه بقوى ميتافيزيقيه او كائنات ميتافيزيقيه في السماء، بل هذاك الشيء نتيجه قوانين طبيعيه، وهكاك داير، هكاك الطبيعه عمياء صماء ما كتسوق حتى شي واحد. فقط هذاك هو الهيت ديالها، بلا بغينا نقولوا انها شريره في الطبع ديالها. وحتى هذا المصطلح ديال الشريره ما يمكنلكش تطلقوا على الطبيعه، حيت ما كتعرفش هذه المفاهيم ديال الشر والخير الى غير ذلك. هذه المفاهيم عندهم قيمه بالنسبه لنا حنا ككائنات بشريه واعيه، حنا اللي اخترعناهم، ولكن الطبيعه ما كتعرفهاش. فقط ما خصك تبقى تشوف وما توصفهاش، حيت مستحيل انك توصف داك الشيء اللي كتشوف في الطبيعه الا باش انه يكون معنى بالنسبه لك. ثاني طرح هو الشر كمنتج اجتماعي. يعني الشر ما يمكن يكون نتيجه لظروف اجتماعيه ونفسيه غير متوازنه عند البشر نفسهم، ما عندوش علاقه باله. مثلا الظلم، البشر باش كيتظالموا بيناتهم، الاضطهاد، تفاوت اقتصادي، الصراع الطبقي، يعني الا بغينا نقولوا. يعني بقاو لنا دابا نشوفوا هذه الحلول كتحاول تعكس اعاده صياغه السؤال، اعاده تعريف الخير والشر. يعني كما قلت لكم ان الخير والشر هما مفاهيم نسبيه بشريه، يعني كتعتمد على السياق الثقافي والتاريخي. وفي هذا السياق هذا ديال ان كل شيء نسبي، جاو فلاسفه وحاولوا انهم يغيروا ديك النظره للاله.
مثلا سبينوزا وديفيد هيوم اعادوا النظر في الصفات ديال الاله، مثلا القدره المطلقه او الكمال. يعني هاد القدرات، هاد الصفات الكامله اللي كانوا كيتعطوا للاله يقدروا ما يكونوش عنده. يعني وحنا مشينا عليهم وكنا كنديروا واحد المعضلات اللي سميتها مثلا معضلات الشر، وكنا كنقولوا اذا علاش كاين الشر، الا كاين الشر اذا راه ما كاينش. بلانات بحال هكا. فلاسفه اعادوا النظر في هذا الصفات اللي كيتعطوا للاله وحاولوا انهم يفهموا البلان. يعني معضلات الشر هي واحد الموضوع مفتوح للنقاش. الاجابه عليه كتعتمد على الخلفيه الفلسفيه والدينيه للشخص يعني اللي كيناقشها. الثقافه ديالك، الدين ديالك، الفلسفه اللي يعني كتنتمي ليها الا بغينا نقولوا، واللي التوجه ديالك في الحياه، واللي كيخليك انك تحكم على امور بحال هكا. هذه امور نسبيه وكترجع للشخص اكثر ما كترجع للجماعه. المهم هو انك تقبل الراي ديال الاخر، وكل واحد يعتقد باي راي بغى.